سلام البنات، اليوم راح نقدم لكم أول بديل للسكر الأبيض السم القاتل، وهو عسل التمر. نعم، هو عسل التمر اللي هو نخدم به في حلوياتي وفي كل وصفاتي بشكل طبيعي. ونتمنى إن شاء الله أنكم تجربوا هذا العسل التمر، أنكم كيفاش تطيبوا به. هو إن شاء الله في الفيديوهات المقبلة نبين لكم في أي وصفات يدخل فيها عسل التمر. عفوا. طريقة سهلة تحضير هذا العسل، هو انك تجيبوا طنجرة كما قلت لكم من الاواني اللي نستعملها في وصفاتي، وهي الآنيات اللي مصنوعة من الإينوكس. راكم تلاحظوا هنا جبت البلاكه هذيك نتاع الغرس. كاين حنا في الجزائر كان عندنا لي بلاك هذو تاع الغرس اللي راهم يتباعوا في لي سوبيرات. كاين نوعين، كان النوع الرديء جدا اللي كان واحد الوقت يتباع ب10، دركا كي غلات المعيشه وغلات زاد في السعر تاعو اصبح يتباع ب17,000. وكاين الثاني اللي نوعيه شويه جيده يتباع ب22,000، كان من قبل يتباع ب 16,000 عفوا. تحكموا هذيك البلاكه سواء النوع الرديء او النوع الجيد. ولا اذا كان بغيتوا تحصلوا على عسل تمر ثقيل وتضمنوا انه نقي، يعني جيبوا الغرس اللي فيه العلف، نقيوه ومن بعد اخدموه بالطريقه اللي راني راح نعرضها لكم في هذا الفيديو. نحكموا البلاكه هذيك، يعني هنا سهلت لكم المهمه. وهذا لي بلاك هذو راه يتباعوا في سوبرات، راهم متوفرين في السوق الجزائريه. نتوما في الدول العربيه والله ما على بالي واش راهم كيفاش راكم تبيعوا في المنتوجات هذا الغرس هذا. المهم الطريقه سهله جدا. نحكموا هذيك البلاكه نفتتوها باش نقدروا باش يقدر يتحلل في الماء. كما راكم تلاحظوا كل بلاكه نلوح فيها 3 لترات ماء. كما راكم تلاحظوا نلوح فيها 3 لترات ماء، ونحطها بالطبع فوق النار باش تتحلل في عقلها. وكل مرة نحكم بالملعقة ونحلل هذيك الكتل تاع التمر المرحي. يعني هذا البديل هذا عنده فوائد عديدة، من بين الفوائد نتاعو انه يعالج فقر الدم. عفوا خوتي، راني شوية عندي زكام خفيف، اتمنى ان شاء الله الصوت نتاعي ما يزعجكمش. هنا راكم تلاحظوا فيه انه نحكم بالملعقه ونحاول تلك الكتل نحللها، والنار هذه تكون شويه متوسطه. بعد ما نخلص نحكم بقطعه قماش نصفي ذلك الماء، نصفيه من من الرواسب. والرواسب هذيك ما تطيشوهاش، راح تدخل كذلك نصنع بها مكون اخر ويدخل في صنع بعض الوصفات. يعني لا تخطر على بال اي واحد، يعني راح نقول لكم بالقناه هذه مميزه جدا ومحتوى مميز وجديد ما لاحظته حتى في قناه، وتعرض الاكل الصحي. درنا كسكاس اللي درنا حطينا فيه قطعه قماش، ومن بعد حكمنا صفينا هذاك الماء. طريقه راهي سهله جدا، يعني ما وراه كيعود سخون شويه راهي يصعب عليك باش تصفيه. استعملي اي اداه تحديد ولا اتركيه حتى يبرد خلاص وعصريه في عقلك اذا كان ما راكش مزروبه. هذا هو الماء اللي نتحصلوا عليه، ما يبانش من البخار. هنا راني درت لكم ايشونتيون برك، بس حنا في الكتابه نتاع الكتابه نتاع الفيديو راني قلت بلاكه كامله تاع غرس ب3 لترات ماء. هذا اللي يبقى الشوائب اللي تبقى من الفوق ما طيشوهاش. راح ندير لكم بها مكون واحد اخر يدخل في صنع بعض الوصفات او الحلويات الى غير ذلك، ان شاء الله تعرفوه في المستقبل في الفيديوهات. اسمحوا لي خوتي، انا هزيتكم لقطات من فيديو واحد اخر كيفاش يتم تصفيه بقايا التمر لا ترمى. نصنع منها فرينه التمر. رابط الصنع فرينه التمر في صندوق الوصف اسفل الفيديو. ان شاء الله انني مش حنحط لكم الرابط نتاع الفرينه، خلي كل فيديو يجي في وقته. اللي بغى يعرف كيفاش تصنع فرينه التمر يرجع للفيديوهات القديمه. يدخل القناه ويحوس على فيديو قديم لصنع فرينه التمر.
هو طريقة تحضير التمر هكا: تجفف ثم بعد ذلك تطحن. نعطيكم جزء من كيفية استغلال بقايا ماء التمر. هنا نعاودوا هذاك الماء المصفى نحطوه فوق نار. عندما منسوب العسل نخفف النار. كي نشوفوا المنسوب تاع بدا يغلي هذاك الماء وبدا يطلع المنسوب تاعو اسمه حب يفيض، نقصوا النار نقصوها الى نار هادئه جدا باش ما يطلعش المنسوب. كما راكم تلاحظوا الطريقه سهله وشويه. كي تشوفوه كي قريب راح ينشف او يبدا يحب يفيض، يحب يسيح من الآنية، وبالتالي نقصوا النار تخليوش تاني فايضة. تقعدوا عشاك فوا تخلطوا. يعني اخوتي في الدول المشارق راني كاتب لكم اللغه العربيه الفصحى، اما اللهجه اللي نتكلم بها اللهجه الجزائريه. ان شاء الله تكونوا تفهموا تعلموا اللهجه الجزائريه. هاكم تلاحظوا لهنا كي يعود بهذا الشكل ثقيل. سما راهو كيفاش تعرفوا بلي طاب؟ كي تهزوا بالملعقه تبقى لاصق في الملعقه. وهذه هي الوصفه النهائيه. اتمنى ان شاء الله تجربوه. ما بقى لي غنقول لكم تهلاو في صحتكم، تهلاو في اعز الناس. لكم الصحه تاج على رؤوس الاصحاء لا يراها الا المرضى. اذا كان هذه القناه تستاهل انها تطلع، نتمنى ان شاء الله تشجعوها. ما بقى لي غنقول لكم في امان الله. سلام.